السؤال النهارده، هل الزمالك هيتخطى دور المجموعات ويوصل لدور الثمانية في بطولة أفريقيا؟ السؤال ده أنا هجاوب عليه في آخر الفيديو من ناحية توقعاتي. لكن تعالى شوية ندردش في وضع الزمالك حاليا. كويس، الزمالك من ماتشين أخد نقطة واحدة، الترجي عنده 6 نقط وشباب بلوزداد عنده 3 نقط. الزمالك هيلاعب الترجي في تونس ويرجع يلعبه تاني في القاهرة. لو الزمالك اتغلب من الترجي في تونس واتغلب من الترجي في القاهرة، الزمالك رسميا بره البطولة، مش هيخطي دور المجموعات. طب لو الزمالك كسب الترجي رايح جاي واخد 6 نقط، لا ده كده فرصة الزمالك كبيرة. لو غلب المريخ او تعادل حتى مع شباب بلوزداد يبقى كده الزمالك فرصته كبيرة. طب لو الزمالك اتعادل مع الترجي هناك في تونس وجي غلبه هنا في القاهرة خد 4 نقط من ال6 نقط، فرصته برضه كبيرة. يبقى إذن الزمالك الفيصل الماتشين الجايين في أفريقيا خد 4 نقط، يعني بنسبة كبيرة إن شاء الله هيعدي. اتغلب ما خدش ولا نقطة مش هيعدي، خد نقطتين اتعادل في الماتشين مش هيعدي. دي أول نقطة. طبعا ماتش شباب بلوزداد انت هنا مغلوب، فلو هتروح تلعبه هناك في الجزائر فبرضه لازم تعمل نتيجة إيجابية هناك، على الأقل تتعادل. ليه؟ عشان ما تدورش 3 نقط وتخليه رصيد النقاط عنده يزيد. فماتش بلوزداد على الأقل تعادل. تمام؟ أنا بس عايز أفكركم بواقعة حصلت السنة اللي فاتت في أفريقيا. في أفريقيا السنة اللي فاتت كان الزمالك في مجموعة الترجي ومعاه مولودية الجزائر، والماتش الأخير كان فضيحة. آخر ماتش في دور المجموعات كان فضيحة. الزمالك غلب النادي السنغالي 4، وجه في الماتش ده الترجي والمولودية تعادلوا مع بعض 1-1 وصعدوا هما الاثنين مع بعض، وكانت فضيحة لأن الماتش كان شكله متساب خالص. الماتش كان واضح إن هو متساب، والجون بتاع المولودية في الترجي اتفرجوا عليه، هاتوا الماتش واتفرجوا عليه متساب. كان الغرض من الماتش ده ان يطلعوا الزمالك من البطوله، ونجحوا والزمالك طلع من البطوله. طب هل الزمالك ولاعيبه الزمالك فاكرين الموقف ده؟ لو اي لاعب عنده ذره كرامه لازم يرد اللي حصل السنه اللي فاتت للترجي، والحد الادنى انك تغلبهم رايح جاي وتعلم عليهم. انا بس بطلب من كل واحد بيتفرج على الفيديو ده ان هو يشير الفيديو. عايزين يوصل للاداره بتاعت الزمالك والاداره الفنيه واللاعيبه الزمالك. ليه؟ نفكرهم باللي حصل السنه اللي فاتت من الترجي. ردوا لكرامتكم عن اللي حصل السنه اللي فاتت في ماتش مولودية الجزائر السنه اللي فاتت، لما الترجي الماتش كان واضح جدا انه متفوت 1-1 والترجي صعد مع المولودية والزمالك روح. فارجوكوا ردوا لكرامتكم. طب انا من وجهة نظري بقى، السؤال اللي انا كنت سألته في الاول، هل الزمالك هيتخطى دور المجموعات؟ بصراحة بالوضع اللي انا شايفه الزمالك مغلوب من شباب بلوزداد هنا في القاهرة، وهيروح يلعب الترجي العادي بتاع الزمالك. يعني انا بقول الزمالك المفروض يبقى متحمس، ومفروض الزمالك اللعيبه يعني ترد لكرامتها. اللي انا بشوفه دايما منهم شايف ان الزمالك هيروح هناك في ماتش الترجي هيتغلب، واقصى حاجه يعملها هنا في مصر هيتعادل 1، وفي الحاله دي الزمالك بره البطوله. فانا بتوقع ان الزمالك بوضعه وبمشاكله وبمشاكل قيده ومشاكله مع الاتحاد المصري لكره القدم، لا الزمالك هيجي الماتش الجاي هيروح يتغلب من الترجي، وهيجي هنا من الترجي هيتعادل معاه، وهيبقى بنسبه كبيره الزمالك بره البطوله. ده من توقعاتي سنين مع الزمالك. اتمنى ان الزمالك يخالف توقعاتي وتوقعاتي تطلع غلط، والزمالك يروح هناك يعمل ماتش ايجابي، على الاقل يتعادل معاهم هناك في تونس، ويجي هنا يغلب الترجي وياخد ال3 نقط ويصعد لدور المجموعات. اتمنى، بس انا اتوقع ان الزمالك هيخيب ظني، وهيروح هناك يتغلب ويجي هنا يتعادل وهيضيع نفسه من دور المجموعات. دي وجهة نظري، اتمنى تطلع غلط، واتمنى الزمالك يعدي دور المجموعات.
بس انا باللي شايفه من اداء اللاعبين لا مش احسن حاجه. اتمنى اللاعبين تفوق، اتمنى اللاعبين تفوق، اتمنى الاداره تفوق، اتمنى فيريرا والاداره الفنيه تفوق، اتمنى يفكروهم باللي حصل السنه اللي فاتت من الترجي والمولوديه. ورسالتي للاعبي الزمالك، ردوا كرامتكم من الترجي اللي حصل السنه اللي فاتت، ملعب في الكوره، ردوا كرامتكم كوره، اغلبوهم هناك في تونس واغلبوهم هنا في مصر كوره. عرفوهم ان الزمالك ما يتعملش معاه الحركه اللي حصلت دي، انكم تتعادلوا مع المولوديه وتطيروا الزمالك من البطوله السنه اللي فاتت. السنه دي ردوا عليهم كوره. يا ريت يا جماعه تشيروا الفيديو اقصى ما يمكن عشان يوصل للاعيبه الزمالك والاداره بتاعته. شكرا.